في وسط غلو الاسعار اللي احنا فيه، ازاي تحافظ على كتلتك العضليه وكمان تبني عضلات. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات على الطريق من جوه العربيه، السلسله اللي احنا بنعمل فيها فيديوهات قصيره سريعه، الهدف منها في الوقت اللي انا ما بعملش فيه حاجه ان انا افيدكم قدر المستطاع. الفيديو بتاع النهارده هو توبيك اعتقد ان هو اكتر حاجه انا محتاج اتكلم فيها في الفتره دي، لان هي مشكله ما بقتش مشكله فئه معينه من الناس، هي مشكله الناس كلها، سواء كان بقى معاك فلوس كتير، معاك فلوس قليله، ايا كان، اي حد فينا ابتدى ان هو يلاحظ تغييرات في حياته. فانا النهارده هحاول باختصار كده اشرح لكم شويه حاجات لو عملتوها هتحافظوا على عضلاتكم وهتبنوا عضلات لو عايزين كمان، وهتوفروا فلوس، والناس اللي بتفكر ان هي تبعد عن الجيم هتلغي الفكره دي من دماغها تمام. لو انت لسه جديد معانا هنا وما شفتش اي فيديو تبع السلسله دي، او لسه جديد في القناه وما تعرفش اي حاجه على القناه خالص، اتمنى ان انت لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيه. وطبعا في اخر الفيديو، وده دايما اللي بطلبه من الناس، لو انت حسيت ان الكونتنت مفيد ليك اعمل لايك وسيب لي كومنت، سواء كان سؤال او اقتراح لفيديوهات تانية. كل حاجه في الدنيا غليت خلاص، ما بقاش في حاجه اسمها اصل حاجه معينه بخش اشتريها بطلت اشتريها عشان غليت، هي كل حاجه في الدنيا غليت. احنا كناس بيحاولوا ان هم يغيروا البادي كومبوزيشن بتاعهم، ان هم بيحاولوا ان هم يبنوا عضلات او يخسوا دهون او يعملوا الاثنين، ايا كان ايه هدفك او هدفك. بتقابلنا مشكله ارتفاع الاسعار دلوقتي. طيب، عشان نتعامل مع المشكله دي لازم نقسم الفيديو ده لمجموعه من العوامل. اول نقطه هي عمليه التغذيه بتاعتنا. عمليه التغذيه وقد تكون هي المشكله اللي الناس كلها بتفكر فيها، مع انها مش المشكله الاساسيه على فكره، وهتعرفوا ليه كمان شويه. ان البروتين غلي، الكارب غلي، الدهون الصحيه غليت، كل حاجه غليت. نمسك اول مشكله اللي الناس دايما بتعاني منها، اللي هي مشكله البروتين. البروتين غلي قوي وانا ما بقتش عارف اكمل احتياجي من البروتين. لما تقول الجمله دي لازم اخدك في سكتين. اول سكه، هو انت فعلا عارف ايه هو احتياجك من البروتين طبقا لهدفك؟ وتاني سكه، طيب انت ممكن تعمل ايه لو انت فعلا عارف احتياجك عشان تعرف تكمل احتياجك من غير اي مشكله؟ وانت شخص بيحاول ان هو يبني كتله عضليه، ولنفترض ان انت وزنك 100 كيلو عشان اسهل الحسابات. لو انت اخدت 1.6 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزنك، هتبني بنسبه 99% اكبر كتله عضليه انت ممكن تبنيها لما هتراعي العوامل اللي هقول لك عليها قدام. يعني لو انت وزنك 100 كيلو فانت محتاج 160 جرام بروتين. هتيجي تقولي طب ما هو 160 جرام بروتين لسه برضه تقيله عليا، مش قادر ان انا اوفرها. هقول لك الداتا والعلم اتطور قوي في الحته دي، ووصلنا لمرحله ان احنا بقينا فاهمين ان البروتين النباتي بروتين محترم جدا جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله. وان انت كشخص لو دمجت بين الاثنين كويس هتساعدك العوامل اللي حواليك التانية اللي احنا هنتكلم عليها قدام برضو ان انت تبني كتله عضليه. طيب، الداتا بتقول اخد قد ايه بروتين نباتي واخد قد ايه بروتين حيواني. الرقم ده هيصدم الناس كلها على فكره. الداتا بتقول ان انت لو اخدت 50% من البروتين بتاعك من البروتينات الحيوانيه عاليه الجوده، اللي هي مثلا بقى زي الفراخ، السمك، اللحمه، البيض، الاسماك، الجبنه القريش، اللحوم الى اخره، لو انت اخدت 50% من احتياجك اللي هو في المثال بتاعنا 80 جرام بروتين من الحاجات دي، وكملت باقي الاحتياج بتاعك من البروتينات النباتيه اللي هي اصلا كامله الاحماض الامينيه، عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك غير كده، مفيش بروتين نباتي مش كامل الاحماض الامينيه، هتبني اكبر كتله عضليه ممكنه. يعني ايه ده؟ يعني انا ممكن اخد 80 جرام بروتين من البيض والسمك واللحمه والفراخ والجبنه القريش والتونه وكل الحاجات دي، وال80 جرام بروتين التانيين اخدهم من نباتات؟ ممكن، وهتبني عضلات زيك زي اي حد تاني. خلاص، العلم بقى خلاص في الحته دي يكاد يكون ما عندوش حتى اختلافات في وجهه النظر، الموضوع بقى منتهي. اعمل ايه في ال80 جرام بتوع البروتينات الحيوانيه بتاعتنا؟ ال80 جرام بتوع البروتينات الحيوانيه بتاعتك حاول ان انت تنوع المصادر بتاعتهم قدر المستطاع. يعني ايه تنوع المصادر بتاعتهم قدر المستطاع؟ يعني ما تقوليش خلاص بقى ده انا كده 80 جرام بروتين حيواني ده انا راح اشتريهم كلهم فراخ. ما تعملش ده. ابتدي ان انت خلي في اسماك زي السمك البلطي ورخيص جدا، خلي فيه قوم مثلا مره ولا مرتين في الاسبوع لو تقدر، كبده لو تقدر برضو، بيض، جبنه قريش، منتجات البان سواء كانت زبادي سواء كان لبن الى اخره. طبعا الناس اللي عندها مكمل بروتين تقدر ان هي تستخدمه، دي حاجه تانية برضو مش عايز ادخلها في الموضوع لان هو البروتينات برضو غليت، مش هي دي قصتنا، انا مش طالع اروج لمنتجات هنا. لو عملت ده هتلاقي ان انت بتتطور بشكل كبير قوي.
ابتدي كمان بقى على مدار الاسبوع غير. يعني لو انت مثلا جيت قلت انا خلاص فطاري مثلا هيبقى فيه 30 جرام بروتين جاي من البروتين الحيواني و10 جرام جايين من النباتي مثلا، ال 30 جرام دول حط لنفسك اوبشنز. قول النهارده مثلا هيبقى بيض، بكره هيبقى جبنه قريش، بعده مش عارف هيبقى زبادي مثلا يوناني ولا نفترض يعني، ونوع ده على مدار الاسبوع. ده هيساعدك جدا 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 فوق ما تتصور. البروتينات بقى النباتيه ادمج ما بينها وما بين بعضيها، خلي في مصادر متنوعه في الوجبه الواحده، ودايما خلي كده في دمج ما بين البقوليات والحبوب الاثنين مع بعض. البقوليات ادمج ما بين الاثنين، يعني مثلا رز وبزله كده فاهمني، رز مثلا وذره، خلي في دمج ما بين الحاجات دي وما بين بعضيها. لان هو مشكله البروتينات النباتيه الوحيده ان هي اوقات كتير بيبقى فيها حمض اميني كميته مش كافيه، او مش متوفره بكميه كبيره، هو موجود بس مش كافي. فلما بتعمل عمليات الدمج دي وكمان معاهم البروتينات الحيوانيه الموضوع بينتهي تمام. عملت ده، لما تيجي تبص بقى على باقي الدايت بتاعك سواء النشويات او الدهون، النشويات رخيصه، في نشويات رخيصه كتير قوي زي البطاطس وزي البطاطا الى اخره، وخلي بالك ان انت هيبقى في جزء جاي من النشويات معاه بروتين، فانت ضربت عصفورين بحجر. حته الدهون الصحيه خد المينيمم افكتيف دوز، اللي هو اقل حاجه ممكنه ما تخليكش تتضر، اللي هي ما بين 20 ل 25% من اجمالي سعراتك الحراريه، خلينا نختصرها كده، او نص جرام لكل كيلو جرام من وزنك. وجهه نظر انا، ما تروحش بقى تقول لي هجيب مكسرات وهجيب مش عارف ايه والحكايه والروايه. انت في جزء هيبقى طالع من الاكل اللي انت بتاكله شئت ام ابيت. انا هقول لك هات يعني ازازه زيت زيتون، مش هتستخدم منها كتير على فكره، بس هو مصدر نضيف ومحترم، وهتعرف ان انت تدمجه مع الوجبات اللي احنا بنتكلم عليها دي. حط ده عليهم هتلاقي الدنيا بقت زي الفل. ما تتكسفش من العروض، انا بقولها لك، انا كنت عمري ما ببص على العروض والكلام ده. الحاجه اللي انت عارف ان انت هتستخدمها ولقيت عليها عرض ومعاك فلوس هاتها وشيلها ما دام مش هتبوظ. اعمل الكلام ده، هتوفر النهارده 20 جنيه وبكره 50 جنيه وبعده مش عارف كام. على المدى الطويل هتلاقي نفسك لميت فلوس ووفرت فلوس. طيب عشان برضو ما بقاش سبت الناس اللي هم بيحاولوا ان هم يخسوا، طب انا لو بحاول اخس اخد كام جرام بروتين؟ اكتفي ب 2 جرام، 1.8 هيمشيك، بس حاول ان انت توصل ل 2 جرام ما دام هتاخد 50% بروتينات نباتيه و50% بروتينات حيوانيه. ده بالنسبه لشق التغذيه. نيجي بقى نتكلم في الحاجات التانيه اللي كل الناس هاملاها. اقوى حاجه محفزه لبناء العضلات هو تمرينك. من الاخر اغلب الناس، انا مش عايز اقول كل الناس، ما ينفعش اقول كده، اغلب الناس من الاخر ما بتتمرنش بشده كافيه. انا ما بتكلمش عن المبتدئين، المبتدئين مجرد ما يتمرن بمدى حركي كامل ويحط حمل محترم على العضله هيبني كتله عضليه. الناس اللي بقى لها سنين في الجيم بتدلع. انا بشوف الناس بقى لي سنين، انت شايف الشخص اللي قدامك ده ما بيتمرنش، ده واحد داخل يهزر. خش التمرين، وخش التمرين اتمرنوا بشده عاليه. مش عايز اقول اتمرنوا زي الرجاله، انا عارف البنات مش هتزعل من الكلمه، يعني اتمرنوا زي الرجاله. خلي فعلا في قرب من الفشل العضلي، خلي في مجهود في التمرين، ده اقوى محفز لبناء الكتله العضليه والحفاظ على الكتله العضليه في حاله عجز السعرات او في حاله بناء العضلات. اتمرنت كويس واتمرنت بشده عاليه، فكوكم من المرقعه وناموا بدري. انا بتكلم بجد، خلي النوم والصحيان بتوعك مظبوطين. انا لسه منزل فيديو بيتكلم عن ايه الحاجات اللي تعملها عشان تظبط نومك، برضو فيديو من جوه العربيه، في فيديو قديم لكن الفيديو ده مطور عنه واحسن منه، فيديو رائع اتفرج عليه ما تفوتهوش، بكلمك بجد. نام بدري واصحى بدري، وفر لجسمك ريكفري. خلاص انت بقى يعني معلش بقى الفلوس اللي انت كنت هتصرفها دي وظفها كده في حاجات تانية خالص. نام، خش نام يا باشا، خش نامي. المسلسل حطوا له ميعاد تاني، اتفرجوا عليه وتلعبوا كارديو. ما بقولكوش الغوا حياتكم، لكن خلي جسمك ياخد قدر مناسب من الراحه. نمت كويس، اتمرنت كويس، اكلت كويس، انت قطعت 99% من المشوار. مش هتكلم في مكملات، الفيديو ده مش بتاع مكملات. اعمل الحاجات دي بذمه وبضمير، هتلاقي نفسك والله العظيم بتبني كتله عضليه وبتحافظ على كتلتك العضليه كمان. انا بحاول اساعد، كلنا متضررين. دي النصايح اللي انا بديها للمتدربين اللي عندي. افهم وتعلم الصح، الاساسيات هي اللي هتطورك. ما تجيش تستسلم وتقول لا خلاص انا مش هكمل، انا مش هعرف. انا شفت ناس بتوقف تحضير، يمكن التحضير مكلف وبيبقى فيه هرمونات الى اخره، مش مجالنا طبعا، لان اغلب الناس فاهمه ان حتى الناس اللي انا بدربها يعني كلها بتتمرن طبيعي. بس الفكره وما فيها ان في ناس كتير ابتدت تبعد
عشان ما عندهاش الحلول البديله. وارجع لاول فيديو في سلسله على الطريق اسمع موضوع الحلول البديله. ما عندكش الحلول البديله وخفت وابتديت تبعد، بتضيع مجهودك، ما عملتش اي حاجه خالص. من الاخر الوضع مش هيخلص دلوقتي، انا ما اعرفش هيخلص ولا مش هيخلص، هو مش هيخلص دلوقتي. يبقى انت كده هتقعد تحط ايد على ايد، وانت هتقعدي تحط رجل على رجل وتفضلوا قاعدين على الكنبه. ده مش الصح. الصح ان انتوا الحاجات اللي في ايديكم غيروها بايديكم. اتمنى ان انتوا يكون الفيديو ده لو حد كان جواه يعني نزعه خوف يشيلها، ويساعدكم ان انتوا فعلا توصلوا لحاجه جديده، ويضيف لكم معلومه قد تكون تايهه منكم، وفككم من موضوع رجول الفراخ ومش عارف وراك الضفادع والكلام اللي بيتقال على النت ده. فككم من الكلام ده خالص. انت محتاج مصادر بروتينيه عاليه الجوده، بس محتاجها بكميه مظبوطه مش بافوره. اتمنى ان يكون الفيديو اللي هو سريعا عشان الحق اصلي الجمعه فاتكم. لو وصلت لحد هنا وحسيت ان فعلا في حاجه قيمه موجوده جوه الفيديو ده، اتمنى ان انت تعمل لايك وتعمل كومنت عليه، وتشيره مع اصدقائك اللي هم يعني محتاجينه، وكلنا محتاجينه. فشيره بقى في كل حته، شيري وزع بقى، انا عايزك توزع. كان معاكم دوله من دولة فيتنس جايد، وفيديو من فيديوهات على الطريق من جوه العربيه.